تعال نشوف سؤال جميل جدا في كتاب نيوتن مراجعة. بيقول لك في الدائرة الموضحة إذا علمت أن المقاومة دي 150 أوم، المقاومة دي ب 150 أوم والإكس إل ب 200 أوم، ماشي، وزاوية الطور بين الجهد الكلي وشدة التيار 45. إيه معنى الجملة دي؟ هو عاوز في واحد وفي اتنين، أنت ممكن تشيل فولتمترات بس تبقى فاهم مكانها فين. طيب دي دايرة توالي والمطلوب فرق الجهد عبر الملف وفرق الجهد عبر المقاومة. طيب يعني ايه فرق الطور بين الجهد الكلي وشدة التيار موجب 45؟ احنا دي دايرة ار ال، فتان سيتا بتبقى اكس ال على الار. تان 45 بواحد، واحد بيساوي اكس ال على ار، ده معناه ان الاكس ال بتساوي المقاومة. يبقى ده معناه ان اكس ال بتساوي المقاومة، لكن على ارض الواقع اكس ال مش بتساوي المقاومة. الاكس ال ب 200 والمقاومة ب 150، المفروض المقاومة تكون هي كمان ب 200. فده معناه ايه؟ معناه ان الملف له مقاومة وهو مش عايز يقول لك، وكمان قيمة المقاومة اللي جواه ب 50 اوم. ليه بقول كده؟ عشان لو جمعت ال 50 مع ال 150 يديك ال 200 قد الاكس ال اللي هي 200. يبقى الحته دي مهمه جدا، لو انت قدرت تتوصل لها يبقى انت دماغك شغاله حلو في الفصل الرابع. طيب يبقى انا عرفت ان انا عندي ملف الاكس ال ليه ب 200 ومقاومه الملف ار ال ب 50 اوم، وفي جنب منه مقاومه قيمتها 150 اوم، وادي المصدر وفرق الجهد اللي على المصدر ماكس. انت قلت لي عايز في واحد، يبقى الفي ادام سكت وما حددتش نوعها يبقى دي الفعاله ودي الفعاله، بس ليه مديني الفي ماكس؟ انا هحولها، هقول 100 على جذر 2 كده اصبح معايا الفي مصدر الفعاله بيشتغل بالفعاله. طيب هنيجي بقى نقول نجيب الاول الزد بتاعت الدايره بتساوي الجذر التربيعي لار تربيع زائد اكس ال تربيع. المقاومات لمي لي كل مقاومات الدايره دي، دايره توالي 50 و150، تقول لي 200 الكل تربيع زائد الاكس ال اللي هي 200 الكل تربيع، ده معناه 200 جذر 2. تعال نجيب التيار. الاي بيساوي الفي الفعالة على الزد علشان احنا بنشتغل بالفعالة. الفي الفعالة اللي هي 100 على جذر 2 على الزد في المقام عبارة عن 200 جذر 2. تمام، يبقى انت عندك فوق 100 وجذر 2 في جذر 2 ب 2، 2 في 200 ب 400، يبقى الناتج ربع، يبقى التيار هيكون ربع امبير. تعال نجيب في واحد. في واحد محوطة، الفولتميتر محوط على ملف له مقاومة، فهيبقى عبارة عن اي في الزد ملف، زد ملف بس مش زد الدايرة كلها، الاي بربع، وزد ملف الجذر التربيعي لار ملف تربيع زائد اكس ال تربيع. ار ملف زي ما اتفقنا انها 50، يبقى 50 تربيع زائد الاكس ال اللي هي 200 الكل تربيع. يبقى انت هتاخد الربع تضربه في جذر التربيعي ل50 تربيع زائد 200 تربيع هيطلع 51.5. طيب في بقى 2 هتبقى اي فار، اي اللي هي في ربع، والمقاومة اللي محوط عليها الفولتميتر 2 150، فتطلع معاك ب37.5. 37.5 و51.5، تبقى الإجابة هتكون ب. سؤال في فكرة حلوة، حاول تمسك السؤال ده وتفهمه واحدة واحدة، تفتح الكتاب وتراجع القوانين وتفهم الجزئية دي وتدور على الأمثلة المحلولة على الجزئية دي عشان تكون معاك فكرة جميلة زي دي.